مساء الخير عليكم. بصوا بقى النهارده جايبه لكم منتجات مصريه بجد تنافس المستورد، وكلهم اسعارهم 100 جنيه فما اقل. اول حاجه معانا وهي ستارفيل، عامل حاجه اسمها عظمه للحبوب. عامل كريم ده موجود من زمان بس هو مغمور، يعني ما خدش حقه. معرفش، هو الكريم ده عارفين، الحبايه بتاعت المناسبات دي اللي بتظهر، هو كريم ده كريم الطوارئ بتاعي. ده بتحطيه على الحبايه وتسيبيه فتره وبعدين تغسليه. بيدي مظهر الحبايه، يعني اولا بيفتحها ويخليها متساويه مع الجلد كده، يعني بيخليها هي والجلد كده ليفل واحد. فهو بينشفها. دي للطوارئ. الحبوب بقى لو عندك اوريدي ده بتاخديه كل يوم تحطيه على الحبوب كده وتنامي وتصحي تغسلي وشك. انا بعمل تريك حلو قوي، كان شفتها في فيديو قبل كده، ان كل 10 ايام او كل فتره، كل اسبوعين مثلا، بمسك الكريم ده واحطه على وشي كماسك كامل، وبعدين اسيبه نص ساعه، ربع ساعه، نص ساعه، واغسل وشي خالص. بينقي الوش بطريقه فظيعه. تاني حاجة عندنا في الحاجات الرخيصة وجل الالوفيرا. الالوفيرا جل دايما بنجيب المستورد اللي هو الاخضر ده، اللي العلبة اللي لونها خضرا مشهورة قوي. امتنان بقى عامل حاجة، امتنان طبعا شركة طبيعية 100% وبتعمل حاجاتها كلها حلوة جدا. امتنان ممكن تكون غالية في بعض الحاجات، بس بجد عاملة التركيبة جل الصبار ده اللي انا جايباه بزيت الورد. بصوا بقى، عارفين ريحة جل الصبار اصلا ملهوش ريحة؟ ده بقى بزيت الورد ريحته جبارة. ملمسه على الجسم اصلا تحطيه بتشمي ريحة زيت الورد كده خفيفة، مش جامدة خالص، بس بجد حلو. جل الصبار ده مفيد جدا بقى بعد الشيفنج. انتي لو بتعملي شيفنج حطي جل الصفار مع بزيت الورد ده، يعني التهابات مفيش، هدوء كده في بشرتك. حطيه كبرايمر، جل صبار كبرايمر من احسن الاختراعات بجد. هاتيه من امتنان، هو تقريبا ب100 جنيه. إيه عندك بقى؟ الفازلين. وما عارفين الفازلين اللي هو المستورد، الفازلين العادي دلوقتي اسعاره بقت خرافية، يعني شايفاه ب80، في حاجات توصل ب100. ما انا دخت كتير على ما لقيت فازلين مصري سعره حلو وينافس فعلا او يمكن احسن من الفازلين المستورد. شركة اسمها بايلوكس. الشركة دي عاملة الفازلين بزبدة الكاكاو، وفي منه من غير زبدة الكاكاو، بس انا حبيت ده قوي. زبدة الكاكاو اصلا بتدي ترطيب مضاعف، بلس ان ملمسه حلو فعلا وطري احسن من الفسلين المستورد. في فسلين مصري نزل نفس شكل الفسلين المستورد اللي بنجيبه بقى، انا مش هقول اسمه، ما عجبنيش تماما. رجعت تاني اجيب الفسلين المستورد. جربت ده بالصدفة من نون، اشتريته من نون. بصوا بقى العلبة دي 300 مللي، بكام بقى؟ هقول لكم المفاجأة بكام دلوقتي. بس بجد ابهرني ده بجد، احلى من المستورد بالنسبة لي بمراحل، وسعره 53 جنيه، وبيقعد بقى. فبجد من الحاجات التحفة اللي معاكي بجد مش هتندمي خالص لو جبتي. دي كانت منتجاتنا النهاردة. تابعيني بقى واعملي سبسكرايب اكيد، علشان هجيبلك منتجات مصرية تانية رخيصة بس نينجا زي ما بيقولوا، وبجد يعني هتتبسطي بيهم جدا.